لما سعر اللحمة زاد والكيلو قرب يبقى ب70 قرش، الرئيس السادات كلف وزير الزراعة يعمل مزرعة تسمين عجول في الفيوم عشان ينزلوا الإنتاج بتاعها في السوق. وبعد فترة الرئيس السادات سأل الوزير أخبار مزرعة الفيوم إيه؟ الراجل رد: جاهز على الافتتاح يا فندم. السادات قال له: طيب بكرة 10 الصبح هفتتحها. الوزير وشه اتقلب لأن المزرعة لسه ما خلصتش، بس اضطر يقول للسادات إنها جاهزة، واتفاجئ لما قال له هفتتحها الصبح. المهم السادات راح تاني يوم على الفيوم، ولما وصل المزرعة كان شكلها يفرح وفيها كل أنواع العجول. لكن بعد ما خلص الزيارة خد وزير الزراعة على جنب وسأله: أجرت الجاموسة بكام يا ولا؟ الوزير اتصدم لما عرف إن الرئيس كشفه وفرد: ب10 جنيه يا ريس. السادات قال له: مش كتير 10 جنيه على 12 ساعة تأجير، حسابي معاك بعدين. ولما سأله: عرفت منين يا ريس إن الجواميس متأجرة؟ رد وقال له: أنا فلاح، ولما دخلت على البهايم الزريبة لقيتها هايجة ومش على بعضها، والحالة دي بتحصل لما الجاموس ما يكونش في زريبته. وبعد شوية المزرعة اتعدلت، لكن الوضع الاقتصادي كان تعبان، فأسعار اللحمة غليت والكيلو وصل لجنيه، والناس خرجت في مظاهرات تهتف: سيد مرعي يا سيد بيه، كيلو اللحمة بقى بجنيه. وكان وقتها سيد مرعي رئيس مجلس الشعب اللي أصدر قرارات بزيادة أسعار بعض السلع. الرئيس السادات لما لقى الناس غضبانة لغى قرارات رفع الأسعار رغم إنها كانت قروش قليلة، لكن كيلو اللحمة فضل يغلى أكتر وأكتر، والناس كانت بتشتكي إنها مش عارفة تاكل لحمة زي زمان. وهنا السادات قال: ما بدهاش بقى، وعمل اجتماع مع المسؤولين عشان يناقشوا الموضوع ويشوفوا حل للقصة دي. وبيقول النبوي إسماعيل وزير الداخلية اللي كان حاضر الاجتماع: الرئيس السادات كان غاضب ومنفعل جدا، وقال لنا ما ينفعش نسكت على أزمة اللحمة، إحنا لو سكتنا الكيلو هيوصل ل5 جنيه، ووقتها الكيلو كان ب3 جنيه، والناس على الآخر بعد ما كان ب68 قرش وبعدين وصل لجنيه. كل واحد من المسؤولين ابتدى يعرض مقترح لحل الأزمة، لكن الرئيس السادات قال لهم: لا الكلام ده مش هيجيب نتيجة، إحنا هنلغي اللحمة شهر عشان نمنع الاستغلال ونوقف ارتفاع الأسعار اللي حاصل. وكلف وزارة الداخلية والتموين بتنفيذ القرار، وفعلا اتمنع الذبح لمدة شهر كامل، والقرار اتطبق على كل أنواع الحيوانات وفي كل المحافظات، ومفتشين التموين بقوا يمروا على الجزارين واحد واحد، واللي لقوه بيذبح يا ويله يا سواد ليله. وكمان الرئيس السادات طلب من المصريين يقطعوا اللحمة تماما خلال الشهر ده، لحد ما الأسعار ابتدت تنزل بعدها شوية بشوية ورجعت زي الأول تاني. رحم الله الرئيس السادات.